السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي بريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم. ما كاين أخوتي غير التبندير، ما كاين غير شحط. اللي دخل المناطق العازلة بها الكل حلوف البارح تشحط. أنا حسب التسريبات الصوتية اللي عندي والمعطيات والإحصائيات والتفاصيل ما قديتش نعدهم ونحسبهم. حتى البوليزاريو بنفسهم ما عارفينش عدد القتلى تاعهم، وما عارفينش فين كاين كاع اصلا. عدد كبير منهم اليوم ما عارفينهمش، ما عارفينش فين مشاو، فين واش ماتوا، واش تقتلوا، واش هربوا، واش قبضهم الجيش المغربي، ما عارفينش بالضبط. المهم الخوت عندنا التسريبات الصوتيه، جيم البارطاج التعليق. البارح ما كاين غير شحط. عندي التفاصيل وعندي التسريبات الصوتيه ان شاء الله غنسمعوهم. وتقريبا كاين اكثر من 12 قتيل وجرحى حدث ولا حرج. البارح الخوت مع الساعة 3:40 انطلقوا جوج سيارات تابعين للبوليزاريو، وهذا السيارات جايين من وراء المينورسو. دوريات المينورسو كتقوم بدورياتها في المناطق العازلة. بغا يخدعوا الدرون، بغا يخدعوا المغرب، بغا يخدعوا القوات المسلحة الملكية، لأنه المينورسو ملي كتدخل المناطق العازلة كتعلم القوات المسلحة الملكية على أنه الدورية المينورسو داخلة في الموقع الفلاني. هنا البوليزاريو باغي يخدعوا الدرون، تبعوا المينورسو على مسافة قريبة باش القوات المسلحة الملكية والدرون تقول هادو مينورسو، ولكن الدرون المغربية كانت على يقظة. قصبتهم، ما كاين اخبط. قصبت السيارة الأولى، وهاد السيارة تقتل فيها واحد معروف يقولوا عليه سالم محمد إبراهيم، ونجا الباقي هادو اللي كانوا معاه. سيارة واحدة تخبطت تقتل فيها واحد يقولوا عليه سالم محمد إبراهيم، والسيارة الأخرى هربت مشاو واحد الدار قديمة في المناطق العازلة. دار كانوا كيسكنوها المرتزقة البوليزاريو في فترة السلم ما بين 1991 و 2020 ملي علمت البوليزاريو لأنها رجعت في ما تسمي بين قوسين الكفاح المسلح. الدرون بقات ملاحقاهم، الدرون ما خلاتهمش، الدرون بقات ملاحقاهم حتى دخلوا ديك الدار وتخباو وهي تشحطهم زرد اللاف. هنا تقتل واحد قال له أبا حمود الداف، وتقتل حسن إبراهيم، وتقتل محمد الناجم السالك، وأصيب كل من غلاء بالله بجروح متوسطة، ونفعي محمد سالك تابع الإشارة بجروح بالغة، وأصيب كذلك بجروح خفيفة كل من بشار المختار وحمدي حبيب من مقر القيادة. ولم يتم العثور لحد اللحظة على السالك علي موسى إبراهيم ولد حمودي. ضربة أخرى الإخوان وقعت تقريبا مع شي 5:05 تقريبا على حسب المنشورات اللي تيقولوا. هذه الضربة كانوا فيها 3 ديال السيارات عليهم رشاش ومسلحين، وحتى هما استغلوا مجموعة تابعة للمينورسو، هي مجموعة تابعة للبوليزاريو مرخص لها، ومعها المينورسو جايين باش ينقلوا الجرحى والأشلاء والجثث اللي تضربوا في الأول مع الثلاثة الربعة. هادو جايين ناويين الغدر، وقفوا باغيين يقصفوا المغرب. جاتهم الضربة الأولى والضربة الثانية، تصابوا جوج سيارات ومن بينهم قتلى، ما عرفوش الإحصائية تاعهم بالضبط، المهم شي 5 ولا 6. السيارة الثالثة هربوا ومشاو لمهيريز، بلدة في المناطق العازلة، ودخلوا. شوفوا الغباء، شوفوا الجهل، شوفوا الجهل. تخباو في واحد الدار قديمة في مهيريز، جاهم صاروخ كان في السيارة 3 أشخاص تقتلوا كاملين ولا بينهم جرحى، ولحد الآن مازال ما تمش إسعافهم ولا نقل جثثهم ولا جرحاهم. غنسمعوا التسريبات الصوتية. حياكم الله ويحيى الشعب المغربي العظيم. السلام عليكم يا كلباس، صباحكم الخير المقاتلين. الناحية العسكرية الرابعة طلبوا لهم الرحمة والجنة والغفران. المعلومات الحقيقية وأخبار الباس تقل. الشهيد حسن من الناحية من الكتيبة السابعة، حسن طفل من ولاد دريم قصير، تمن لدى اللحية، طفل مدوب حتى معروف قاع، وولد داعى طفل صغير مولي من الصواعد قالوا عمي موسى اسمه الحركي من الكتيبة السابعة، ومحمد الداودي من الكتيبة السابعة، وأبو ذاك الشيباني اللي من الكتيبة الثانية،
والجرحى محقن فيهم بشار شيبان المولي من الكتيبة السابعة. هذا من شفات وقرش عليه حق بعض. معاهم راشد ثاني من الكتيبة الأولى حسميكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله. الشعب يريد الاستقلال 1970. اي والله يرحم ذو الشهداء كامل اللي استشهدوا، والله نعرفوا منهم واحد والله اثنين. اي والله يواليهم برحمة الله. اللي انا اعرف بعد عنهم بعد ما هو اللي يتحمجى لهم حد، ولا اللي تقوم لهم قبيل، ولا اللي تستنفر القبائل بالحديد والسلاح، ماشي اللي تثأر لهم. وهذا بعد الله أولاد الصحراء، أولاد الصحراويات، أولاد قبائل أهل الصحراء، ومن خيرة القبائل المولي إقار الصحق لحياة اللي من تنادي. نعرفوا عن مولي خلق تحمجي، ونعرفوا عن اللي مستشهد له من أولاد الصحراويات، اللي كيف الميت عندكم الذنبان حق. والمهم والأساسي اللي قاي هون وبي مبين العلايات والتركي وتحمجي الشي قاع ما نعرفوا قاع شنو هو. أما هذا اللي واجب له التحمجي الكبير ورعاه واقع، ودائما واقع، وكان لا واقع من بداية الحرب، ذا ما بالي بحد. أو شوفوا يا الصحراء من تعود أخباركم ذنبتها، يتم أولادكم يموتوا في الميدان، وانتم قو هون وسط الحمادة. خير لكم تجمعوا قبائل الصحراء كامل وتفترقوا بخير وعلى خير، وكلها يقيم ينطلص عليهم ولا يردوا إن شاء الله، ويجيب الريح الحمراء من دونه. والله خسروا ذا الجيش، والله وقفوا الحرب، والله لا افترقوا لعت أخباركم ذي هي وتوه. هو ذي الانتقامات وذي الدنيا الغايمة وذي التحمجي، اماله ما يعود راي قايس المغاربة ذي الديفيلات، امالها ما تعود معدلة بالناقلات والطيوطات والسلاح، وقايسين المغاربة ويقتلوا فيهم لين تملوا. كيما قتلوا في اولادكم غير ماكم ولا يتعدلوا بيكم حدير الدرجة. مرحبا بيك، سهلة ما شاء الله تبارك الله. أول بس الحمد لله حازين شطاري حمدي شماس معنا بس الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. قالك عن الشهداء 4 والجرحى 3 والله. برحة الأولى قاع برحة الأولى والله، ومخبوطين عند الحاسي. الشانط اللي في الواد قيس الحاسي هذا بس مخبوطين فيه والله. قالوا علي سالم وحسن محمد وواحد ثاني يقولوا البد الله. والجرحى 3 قالوا أغلق بعد ذا شوي، واللي قاع خاطر منهم إلا ولد سمو. واحد ثاني معاه والله ماني عارف قاع منه مكروه بقى.